اصلا التكوين ديالو على مستوى عالي من البدايه ديال المسار ديالو الرياضي على مستوى عالي. وملي كنقول كيكون على مستوى عالي كيكون على المستوى التقني وعلى المستوى التكتيكي وعلى المستوى ايضا المعنوي والمستوى حتى البروفيسيونيل. هو بيه واثق فيه بزاف. واثق فيه بزاف. الولد احسن لاعب خذا في هولندا. انا بالنسبه لي الانتقال ديالو الى فريق بايرن ميونخ راه دافع عليه هو ودافع على الفريق الوطني المغربي، لانه هو واحد من العلامات او واحد من الثوابت الاساسيه داخل الفريق الوطني المغربي. بايرن ميونخ اللي شفنا كيفاش رجعت اللي قصها في عصبه الابطال الافريقيه هو الفريق باريس سان جيرمان، راه هو بطل اوروبا. دونك انا بالنسبه لي انتقال ديال السيباري البايرن ميونخ غادي يكون قفزه نوعيه في المسار ديالو كلاعب، وايضا حتى دعم كبير للفريق الوطني المغربي، ويمكن يزيد يطور راسو بزاف خاصه على مستوى اللياقه البدنيه. صحيح. لا هو السيباري لعاب اللي متالق بواحد الشكل كبير في الدوري الهولندي، ودائما مع بيس في اندوفن لا في الدوري لا في عصبه الابطال، يعني الاحصائيات ديالو والارقام ديالو دائما كتكون مميزه. نتمنى على انه تتسري لا كوب دي موند او لا مثلا حتى نوصلوا لواحد الادوار متقدمه، عادي يمكن على انها تكون ينيغوسيو معاه انه في هذا الظرف هذا وانت كتنيغوسي مع لاعب غادي الكوب دي موند ما يكونش ربما افضل ليه دفعه معنويه تكون بشكل رسمي تكون بشكل رسمي، يعني تكون اتفاق بشكل رسمي ويكون يعني انا الشيء اللي كاين دابا حاليا الاخبار اللي كاينه هو كاين اخبار، ولكن الرسمي مازال ملي غتفاهم بايرن ميونخ مع بي اس في اندوفن على انه بشكل رسمي على انه تم يعني استقدام السيباري البايرن ميونخ، يعني شي حاجه مزيانه. وكيبقى واحد التساؤل اخر عاوتاني اللي كيبقى مطروح، هو انه دائما كنقولوا على اللاعبين كيخصهم يختاروا الوجهه اللي غادي يمشيو لها بشكل دقيق. نقولوا على ان بايرن ميونخ يعني كتجمع اجود النجوم العالميه، وهادو اللي عندهم هو الحديث على اتفاق شفهي نهائي بين جميع الاطراف، بيس في اندوفن اللاعب وكذلك اداره بايرن ميونخ. نتمنوا ليه الخير. دابا كما قلت على ان البايرن ميونخ دائما كتجبد اولا كتكون عندها اجود العناصر على المستوى العالمي. عاد كيديروا لي ريكروتمون، دابا ما عندهم لعابه مزيانين وغيديروا لي ريكروتمون ويديروها في هذه الفتره الصيفيه. دونك التخوف الوحيد هو انه واش غادي يفرض راسو في بايرن ميونخ، واش غياخذ الدقائق ديال اللاعب، واش غادي ياخذ يعني الرسميه ديالو في فريق بايرن ميونخ. دونك باش تبقى محافظ عليه والمستوى ديالو غادي بالتدرج وكيطلع ويبقى دائما عنصر فعال في المنتخب الوطني ولاعب اللي دائما يعني تقلب عليه في ايجاد الحلول، فخاص دائما ياخذ المباريات الرسميه. كيبقى التساؤل واش غادي ياخذ لادابتاسيون، اكيد نتمنوا ليه الخير. واش غادي ينسجم بواحد السرعه كبيره مع الاجواء الالمانيه، وكنعرفوا الفريق الالماني يعني فريق متطلب دائما النتائج، دائما الاداء كيخصو يكون في المستوى. اللي نتمنى انا هو انه ما نسقطوش في الاشكاليه اللي كانت عند بعض اللاعبين. يعني راه حكيم زياش كان من احسن اللاعبين في الدوري الهولندي مع اياكس امستردام، وصل مع اياكس امستردام لدرجات متقدمه في الشامبيونز ليغ، ولكن ايفوا مشى لتشيلسي شفنا يعني التراجع ديال حكيم زياش على المستوى الرياضي، وشفنا يعني بدا كيرجع للوراء مع الفروق اللي من بعد تشيلسي. كانت كل شيء كيقول انه حكيم زياش مشى لتشيلسي راه واحد القفزه نوعيه، راه اللاعب راه انه غادي يلعب في تشيلسي ومن هنا لقدام نشوفوا فروق اكبر، ولكن ما استطاعش على انه يضمن الرسميه ديالو. هذا هو التخوف اللي عندي على السيباري، وفي الاخير كنتمنى ليه انه يتوفق ويمشي لبايرن ميونخ وياخذ الرسميه ديالو. نعم. على غرار نجوم العالم شفنا بعد نهايه المباراه صور جميله ديال برايم دياز اللي ما خداش واحد الدقائق كثيره، عرفناش بالضبط واش دياز مقتنع به كثير. الناخب الوطني محمد وهبي شي اللي خلاه انه ما يعتمدش عليه في المباراه ديال اليوم، خلاه المباراه الرسميه بما انه مقتنع به، او لا ان هناك منافسه كبيره على المركز اللي كيخوض فيه ابراهيم دياز. وغادي نرجع لك بسؤال، لكن قبل ذلك نشوفوا بعض المشاهد مع جميع اللاعبين ديال المنتخب مدغشقر مباشره بعد نهايه المباراه توجهوا من اجل طلب صور شخصيه من اللاعب ابراهيم دياز. يعني هادشي شفناه مجموعه ديال المنتخبات مؤخرا، يعني كيمشيو النجوم ديال الفريق المنافس. شفنا مع نيمار اللي ما خاطش كذلك المباراه ديال البرازيل في صور تذكاريه مع بنما. يعني لاعب اللي حتى في بعض الصور نشوف بعض اللاعبين اللي كانوا ربما بينهم مشاكل، يعني من بعد لاكان من بعد الاضاعه ديال ركله الجزاء شفنا الاجواء بدات كترجع. شفنا بلا ما نقولوا الاسماء، ولكن بعض اللاعبين اللي كانوا عندهم نقاشات كبيره مع دياز. يعني هاد الامور فهي تطوات، ورجع دياز للمكانه ديالو داخل مستودع ملابس المنتخب الوطني المغربي. تعليق هشام على هاد الصور الجميله اللي كنتابعوا؟
اكيد لانه مدغشقر ملي غادي يشوفوا لعاب كيلعب في فريق ريال ريال مدريد. مدريد ولاعب بحجم ابراهيم دياز، فهذه صوره للذكرى لانهم غادي يحتفظوا بها الاولاد ديالهم والاحفاد ديالهم اللي غادي يعتزلوا كره القدم، على اساس اننا خدينا مباراه وديه امام المنتخب المغربي قبل ما يمشي لكاس العالم 2026، وخدينا صوره تذكاريه مع النجم الاول للمنتخب الوطني وايضا لاعب ديال فريق كبير كريال مدريد، فكتبقى على انها صوره يعني توثيقيه للذكرى. وشاهدنا هذه الامور هذه عده مرات، خصوصا ملي كيكون حكيمي تا هو لاعب في مباريات، يعني هذه المنتخبات اللي ما كيكونش عندها واحد الاشعاع كبير في القاره الافريقيه دائما كتبغي تستغل الفرصه باش تاخذ صور تذكاريه مع عناصر اللي عندها امكانيات كبيره وكتنشط في انديه اوروبيه. واش نقدروا نقولوا مكان كما حسبنا ربما في المكانه ديال الزلزولي، واش نقدروا نقولوا المكان ديال دياز محسوم، ولا مع الحضور ديال اميموني مع جاسيم مع مجموعه لاعبين اخرين ربما يشكل ضغط على دياز في المباراه الاولى في المونديال؟ أنا ما تنظنش، لانه ملي كتعامل مع لاعب في مستوى عالي، وحتى اللي باش قبيله واحد اللقطه التفاعل ديال الجمهور، لان كان حديث على دياز ربما يغير ليه وهبي المركز ديالو واللي هو المهاجم الوهمي في المونديال. دونك التنافس ديالو كاين مع السيباري، ما كاينش مع السيباري مع الكبير السيباري. انا للامانه انا كنت من الناس اللي مره اخرى كنت في كاس افريقيا ما خصوش يلعب رسمي، لان ما كانش الاداء ديالو طالع بزاف مع فريق ريال مدريد، ولكن اسمح لي هذا العام ممتاز، خدا ماتشات بزاف، يعني المستوى ديالو طالع. دونك التنافس القوي ديالو غيكون بينه وبين السيباري، الافضل سيقدم الافضل ايضا الفريق. شوف راه سي محمد وهبي من الصعب على انك تقرا ليه الافكار ديالو، لانه تيغير. دابا انت غتشوف مع النرويج عاوتاني غادي يغير لك من الافكار ديالو، غادي يغير لك من التوظيف ديال اللاعبين، غادي يغير لك من التشكيله، غادي يغير لك من الطريقه والاسلوب ديال اللاعب. دونك كنحسب على انه مدرب اللي كيحسن ديك العمليه ديال التمويه. دائما ما كيدير التمويه، كيديروا التمويه لي زادفيرسير وكيديروا حتى لينا حنايا، يعني ما عمرك على انك كتقول فوالا ديال التشكيله الاساسيه اللي غادي يدخل بها، هادو هما لي بروفيل اللي غادي يعتمد عليهم، هادو هما المراكز ديال اللاعبين اللي ممكن يعتمد عليهم. دائما ما كيفاجئك. وانا بالنسبه ليا فمزيان يكون عندك بزاف ديال الحلول، مزيان يكون عندك لانه دياز يلعب لك في كوتي دروا، يلعب لك يعني كاتاكون، يلعب لك ورا المهاجم، دونك يعطيك واحد ثلاثه ديال الخيارات. هنا فين تكلم سي محمد المغودي على انه كيساعد حتى المدرب الا بغى يغير من يعني من ايقاع ومستوى ديال اللاعب، وايضا الافكار ديال المدرب. ملي كيكونوا عندك لاعبين اللي في وسط المباراه كيعطوك حلول اخرى في مراكز اخرى، انت كمدرب كتسهل عليك هذيك العمليه ديال انك يعني تبدل. دياز حاليا بالنظر التكتيك اللي كيلعب به وهبي، القراءه ديالنا واخا ما نعرفوش اكيد التوجه العام ديال وهبي شنو كاين في المفكره ديالو، فين كتشوف دياز نتايا في المنتخب في المونديال؟ واش إلي دروا ميليو تيران ولا مهاجم وهمي؟ ميليو تيران ما نعتقدش ميليو تيران، لان ميليو تيران غادي يطلب منه على انه يشتغل بدون كره، غادي يطلب منه على انه يخدم بزاف بدون كره. بالنسبه لي انا باش يعني تخليه فريل هذيك ال 30 متر ولا 40 متر الاخرى، نقدر اما نشوفه في الكوتي دروا، ولا ممكن الا بغى يعتمد على مهاجم وهمي. ولكن هنا تساؤل، الا دخلتي ابراهيم دياز